مرحبا، واليوم الحلقة الأولى من برنامج مطبخ عائشة بالعراق. تعالوا نحضر سوا المقلوبة العراقية. حتى نحضر المقلوبة العراقية راح نحتاج تشكيلة خضروات، راح نحتاج الباذنجان، الفتيتة، البصل، الطماطة، الفلفل الأخضر، وأكيد تقدرون تختارون اللحم أو الدجاج حسب أنتوا اللي تحبوه. اليوم أنا راح أسويها باللحم. معجون الطماطة، راح نحتاج مجموعة بهارات لهذه الوصفة، وهي بهارات السبعة والفلفل الأسود وملح الخضار، وأكيد كلها من بهارات نكهة بيتي. راح نحتاج زيت للطبخ. يلا تعالوا نحضرها سوا. وأضيف الزيت أول شيء. أنا هنا اختاريت لحم البقر الشرح، الطوبة مال البقر. تقدرون تستعملون غنم أو بقر أو دجاج مثل ما قلت لكم. نضيف اللحم ونخليه على نار كلش عالية إلى أن يحمس عندنا. أول شغلة حنسويها نجيب الطاوة ونحمي الطاوة ونبدي نضيف عليها الزيت حتى نقلي الخضروات اللي عندنا. وإذا تحبون تختصرون هذه الخطوة بالشوي أو بالإير فراير ماكو أي مشكلة. أول خطوة حتى نختبر الزيت بأن حمى عندنا، تقدرون تجيبون خاشوقة خشب وتضيفوها هنا وتشوفون الفقاعات بدأت داير مدايرها، معناتها حمى عندنا الزيت. وهسه نجيب قطع الباذنجان ونبدي نضيفها بالزيت، وأكيد حتطلع عندنا ريحة الباذنجان بالمكان، ويبقى الباذنجان ملك الأكل، وين ما تحطوه الأكل يجنن. وهسه وصلنا لمرحلة الفلفل الأخضر. طبعا الفلفل الأخضر لازم نخليه لمدة ثانية واحدة، مجرد بس يدخل بالزيت ونطلعه، أبد ما نذبله، لأن من يذبل بعد تروح المونة مالته. هسه وصلنا مرحلة طبخ التمن. أول شغلة حنسويها الفائدتين. الفائدة الأولى حنستعمل الزيت اللي قلينا بيه. ليش؟ أول شغلة اللي الناس كلها تحبها هي اقتصادية، حنقتصد بالزيت اللي احنا استعملناه وما حنبذره. أما الشغلة الثانية فمونة الخضروات كلها حتكون بيه، فحنجيبه ونضيفه بالجذر مالتنا اللي حنطبخ بيه التمن. هاي أول شغلة. أما المعلومة الثانية وهي المعجون. دائما أقول لكم المعجون لازم نحمسه كل الزين، لأن إذا ما حمس عندنا المعجون راح يعطينا اللون الحمار اللي إحنا نحبه، ولا راح يعطينا النكهة الطيبة، حيعطينا نكهة شوخرة أو زفارية، حتعطينا طعم وتغير نكهة الأكل بالكامل. فدائما ضيفوا المعجون وتأكدوا يحمس عندكم. يلا اطبخون الأكل. شلون حتعرفون المعجون حمس عندكم ووصل للمرحلة الصحيحة اللي حتقدرون تطبخون بيه؟ لما تحسون لون الزيت صار كله لونه أحمر والمعجون صار لونه غامق، معناتها وصل عندنا مرحلة الحمس. وأهم نقطة هسه تشوفون بدأ يقطع عندنا تقريبا المعجون، مدى يكون كتلة واحدة، هاي معناتها بدأ يحمس عندنا. وإذا تقدرون تشوفون لون الزيت صار أحمر، خلاص وصلنا لهذه المرحلة. أما التمن الأحمر فأبد لا تستعملون إلى أي نوع بهارات، يا أما ملح الخضار من نكهة بيتي بهاراتي الخاصة أو الملح العادي، لأن ما يحتاج أي نكهة، مجرد نكهة المعجون والملح. راح نوصل لمرحلة التمن اللي دائما تسألوني وتقولوا لي ليش ما تغسلين التمن. ومثل ما دائما أقول لكم سمعت تقرير وشفت بأن التمن ما يكون هيك مقطوف بهذا الشكل، يدخل مكائن ويتقطع ويصير بهذا الشكل، وبنفس الوقت يتعقم ويتكيس، فما نحتاج أصلا نغسله. وهسه نضيف ملح الخضار من نكهة بيتي اللي حيعطينا نكهة مميزة. نتركه إلى أن ينشف المي مالته، وبعدها نحوله على الخضار ويستوي سوا. من الأشياء دائما أقول لكم إياها، أبد لا تضيفون المي على الخضرة. دائما أقول لكم المقلوبة، البرياني، أي نوع وصفات، لما عندنا مجموعة خضار لا تضيفون عليها المي وتطبخوها بها، تروح المونة كلها. دائما حاولوا ينشف مي التمن، يلا تحولوه على الخضار الثانية. وهسه نشف عندنا المي مال اللحم. ومن المعلومات دائما اقول لكم اياها، لما نحمس اللحم نسلقه بالمي بس، بعدها نبدي نضيف عليه رشه من الملح لما دا ياخذ الحمسه مالته، والبهارات، لان نكهه البهارات ويا المي راح تضيع وتروح تقريبا نص النكهه. فدائما خلوا النكهه بالحمسه الاخيره حتى تبقى النكهه مركزه. وهسه صار عندنا اللحم جاهز، تعالوا نشوف التكمله.
وصلنا لآخر مرحلة وهي تصفية المقلوبة بالجدر. طبعا حتى تطلع عندنا قالب مثل هواية ناس يسألونا ليش ما تطلع قالب؟ سببين. السبب الأول إنه نوعية الجدر لازم تكون كلش زينة وتتأكدون ما تلزق. أما الشغلة الثانية اللي تفيدكم وإن كان الجدر مالتكم يلزق بس ما تقدرون وهم دا تلزق، استعمل ورق الزبدة. خلوا طبقة من ورق الزبدة بقاعية الجدر اللي حتحمي لكم اياه وتضمن لكم بان حتنقلب عندكم المقلوبه قالب كامل. راح استفاد من الزيت اللي اني همين قليت بيه واخليه بارضيه الجدر. ليش؟ لان اني الطماطه ما قليتها، فاريد الطماطه تقسب وتلشع عندي شلون بالزيت مالتنا. هسه خليته وهسه صار عندي هاي هنا مثل ما تشوفون. هسه نجيب طبقات الطماطة ونخليها أول طبقة. دائما الناس مرات يخلوها طبقة ثانية أو ثالثة، أبد. الطماطة إذا ما تلجع ما تعطيكم النكهة الطيبة، فدائما خلوها بالطبقة الأولى وصفطوها بهذا الشكل. خل أحلل هنا حتى تشوفون الشكل. وخلوا دائما حلقات الطماطة تكون كبيرة، أبد لا تختارون طماطة صغار والشكل مالتها ما متساوي. ليش؟ حتى تعطينا شكل جمالية للطبق لما تقلبوه. ودائما اهتموا بالأشياء الشكلية، 3 أشياء مهمة: الشكل والكمية والألوان. وهسه مثل ما تشوفون نشف عندنا المي مع التمن، ما ننتظره يستوي عندنا ولا يتهدى. مجرد كمل عندنا ونشف المي نحوله على المقلوبة. تعالوا من أكثر الأسئلة اللي تجيني وهي ليش التمن الأحمر يعجن عندنا أو ليش يتكسر عندنا؟ واحدة من 3 نقاط. الأولى هي التقليب المستمر للتمن وهذا الشيء يكسره ويعجنه للتمن. أما الشغلة الثانية كمية المي أكثر من الطبيعي، بس إحنا كنا نعرف بأن التمن الأحمر يحتاج نص كوب أكثر من التمن الأبيض للمي، بس بهالشيء ما نضيف أكثر من النص كوب، دائما نضيف نص كوب أكثر من الطبيعي، مو كوب واحد حتى لا يعجن عندنا. أما الشغلة الثالثة والأساسية هي نوعية التمن. صدقوني نوعية التمن من أهم الأشياء حتى يطلع لنا التمن بشكل كامل وحبة كاملة وحلوة. وصلنا لآخر مرحلة وهي الصلصة اللي نقدمها ويا المقلوبة قبل ما نقلبها. حتى نحضر الصلصة راح نحتاج للبن، راح أضيف عليه فص من الثوم، راح أضيف عليه برشة خفيفة من الليمون اللي حتعطينا نكهة كلش مميزة. وهسه راح نستعمل الهاند بلندر اللي هو الراعي الرسمي للأجهزة الموجودة بمطبخ عائشة من مارفل. وصلنا لآخر مرحلة ونشوف المقلوبة مالتنا. يلا تعالوا ويانا. بسم الله. جهزت عندنا المقلوبة وهسه نشيل ورق الزبدة اللي احنا خليناه، هو حيصير الطبقة العازلة للطماطة. هذا الشكل النهائي له. شكرا المطبخ غرناطة اللي اختارتني الوجه الإعلاني إلها لعام 2025 وجهزتني بهذا المطبخ مثل ما تشوفون اللي هو مناسب البرنامجي. أتمنى يا رب عجبتكم هذه الوصفة، أتمنى استفاديتوا منها. لا تنسوا مثل دائما أقول لكم ديروا بالكم على نفسكم. أشوفكم باكر، مع السلامة. اي مو شلون الزيت ابدا طلعه. يلا التمن هوايه تخوطوه اكثر من مره وهو دا ينطبخ. نسيت الطريقه الثالثه مصطفى. يبون التمن بشكل مستمر وهذا الشيء الله سمعوا شو بيها الطماطم؟ بدات تشكشك. هذه العلامه الداله على الطماطم بدات تحمس، بدات تشكشك. تجيني دائما باستمرار وهي ليش التمن الاحمر يعجن عندنا او شنو السبب؟ عبودي دا تطلع؟ ليش بي؟ مو عبالي صوت الباب ما احتقبل. لا اقبل. اوكي بس خلص. انا ايش حاحكي؟